وصفة النهاردة كيك النايتي أو جاتو النايتي. كيك بسيط وسهل في التحضير وفي المكونات، بيطلع كده هش وطعمه أحلى من اللي بنشتريه مغلف من المحلات. يعني عايزة أقول لكم بضاية واحدة بس هتعملوا أحلى كيك نايتي من البيت. تعالوا نشوف كده الطريقة والوصفة. احتجت بيضة بدرجة حرارة الغرفة، نص معلقة صغيرة فانيليا، كوباية إلا ربع سكر ناعم، رشة ملح، نص كوباية زيت نباتي. هخلط كده المكونات مع بعض، ممكن كمان تضربوهم في الخلاط عادي مفيش مشكلة. هنا جبت كوباية لبن سخنة مش مغلية، هضيفها وارجع اخلط المكونات تاني. ضفت معلقة كبيرة خل ومعلقة كبيرة بيكنج باودر. بعد كده هجيب كوبايتين دقيق شلت منهم معلقة كبيرة، هضيف اول كوباية وتاني كوباية. اهم حاجة تشيلي معلقة كبيرة من الكوبايتين، وادي تاني كوباية بالشكل ده كده. وهرجع ان انا ادوبهم خالص كده مع بعض لحد ما يبقاش فيه تكتلات. قوام الكيك هنا بيبقى قوام متوسط، يعني سايل شوية زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بعد كده هشيل زي نص كوباية من خليط الكيك بتاعي، هضيف لها معلقة كبيرة كاكاو خام، وهقلبهم كده مع بعض كويس قوي. لو لقيت ان الخليط تقل معايا قوي، يعني هبتدي ان انا اسيله بمعلقتين لبن او معلقة لبن كبيرة زي ما انتوا شايفين كده. هقلبهم بقى كويس قوي كده مع بعض، اسيل كده العجينة تاني معايا. وبعد كده هجيب صينية تكون مقاس 30 في 40 او 20 في 30 او صاج عادي مفيش مشكلة بالشكل ده. هفرد بقى هنا الخليط بتاعي. اهم حاجة ان الصينية تكون واسعة علشان الكيك ما يطلعش مرتفع قوي، يعني انا بحبه مرتفع عن نفسي. بعد كده حطيت بقى خليط الكاكاو بتاعي اللي انا عملته في كيس حلواني او كيس حفظ تلاجة، وتعملي كده خطوط. وهعمل كده خطوط كده بالطول، وبعد كده هعمل خطوط عكسية العكس يعني بالشكل ده كده. كده انا خلصته. هديها كده خبطتين عشان الهواء بس اللي في الكيك، وهدخله الفرن على درجة حرارة 180، بياخد زي 25 دقيقة. قلبته كده بعد ما برد، طبعا لازم اخليه يبرد. هفرش اكياس حفظ تلاجة، وهقطع الكيك بتاعي بعد ما برد بالشكل ده كده. اي نوع مربى انت بتحبيه، انا بحب مربى الفراولة، ممكن تحشيه الشوكولاتة قابلة للدهن، ممكن تحشيه مربى مشمش بيبقى حلو قوي. بعد كده هجيب الطبقة التانية اللي انا قسمتها، بساوي كده الاطراف بتاعتها، وهقطع الكيك بتاعي. بصوا قد ايه هو هش خطير يا جماعة، لازم تجربوه. هقطعه بقى قطع كده مناسبة كده حسب الحجم اللي انا عايزاه. طبعا انتوا لو عايزينه ما يبقاش كده مرتفع ممكن تكبروا مقاس الصاج يعني بالشكل ده كده. اتمنى من كل قلبي ان الوصفة تكون عجبتكم، ولايك وشير للفيديو. انا هيام علي من البيت.